السلام عليكم. أنا أيمن، صحفي في جريدة الوعد. حكايتي بدأت من اللحظة اللي وصل لي فيها خبر وفاة صديقي أحمد. أحمد ما كانش مجرد صديق، ده كان صديق وأخ وزميل عمل. الخبر ده كان أسوأ خبر أسمعه، طبعا بعد خبر وفاة والدي ووالدتي الله يرحمهم. أنا لحد اللحظة دي مش مصدق إن أحمد مات، ويمكن هو ده اللي خلاني اللي أنا أحكي لكم القصة دي دلوقتي. أحمد ظروف وفاته كانت غريبة. كان نظراته ليا قبل ما ينزل القبر كانت بتقول لي حاجة، هو نفسه كان عايز يوصل لي حاجة. اللي أنا شفته في أحمد ده مفيش حد يستحمله. وفاة أحمد بالنسبة لي كانت حاجة غريبة، كانت لغز وكنت لازم أحله. عشان كده أنا ما كانش في حاجة شغلاني واخدة فكري غير هو أفكر إزاي أجيب حق أحمد. أحمد بالنسبة لي مش مجرد صديق، أكتر من صديق، أخ، فعلا أخ. بالرغم إن تقرير الطب الشرعي أثبت إن الوفاة سكتة قلبية، لكن أنا ما كنتش مقتنع، أنا ما كنتش مصدق. إزاي يلاقوا واحد مرمي في الشارع متقطع أجزاء من جسمه، منهوش، زي ما يكون حيوان مفترس قطعه. وتقرير الطب الشرعي يثبت إن كل ده ما أداش للوفاة، والوفاة كانت سكتة قلبية مش ذعر والخوف. حتى تقرير الطب الشرعي معرفش يثبت نوع الحيوان، ما بين كلب، ثعلب، ديب، لكن كل ده كان بيثبت لي إن في حاجة غريبة، حاجة لازم أعرفها. وفي ليلة من الليالي من كتر التفكير والتعب دخلت أنام، وفعلا نمت في نوم عميق. وفي الليلة دي جات لي أمي في المنام، أمي، أم أيمن، الست الطيبة اللي كانت بتساعد أي حد بدون أي مقابل. مجرد اللي هي تشوف الناس سعداء ده بالنسبة لها إنجاز في حياتها. جت وقالت لي: يا أيمن يا ابني، أحمد أخوك محتاج لمساعدة، لازم تساعده، لازم تساعده. أنا قمت من النوم على طول، وكل مشاعر متضاربة، فرح وحزن وقلق وخوف. فرح اللي أنا شفت أمي وجت طمنتني، وحزن على صديق عمري أحمد اللي هو مش عارف ياخد حقه، وقلق وخوف من اللي جاي اللي أنا مش عارف أعمل إيه.
في الليلة دي أنا معرفتش أنام، قعدت سهران لحد الصبح، وأول ما النهار طلع قررت إن أنا أروح لأحمد البيت. وفعلا غيرت هدومي بسرعة ونزلت ركبت عربيتي ووصلت لحد أحمد، معنى أصح البيت اللي كان ساكن فيه أحمد. وقفت قدام باب الشقة، خبطت، فتحت لي مراته فاتن. فاتن مرات أحمد كانت على قدر من الجمال. فتحت له وهي لابسة جلابية سودا حزن على جوزها، لكن أول ما فتحت وشافتني كلمتني بكل توتر وقلق وقالت لي: نعم يا أيمن، أنت إيه اللي جابك وعايز مني إيه تاني؟ وقبل ما أرد عليها كملت كلامها وقالت لي: مش كفاية اللي أنت عملته معايا؟ أنا رديت عليها وقلت لها: أنا عملت معاكي إيه؟ ردت عليا وقالت لي: أنت كل ده ومش عارف أنت عملت معايا إيه؟ أنت اتهمتني يا أستاذ اللي أنا قتلت أحمد جوزي وكنت عايزني أخش السجن. لو سمحت بقى يلا، أنا مش عايزاك تيجي هنا تاني، أنا دلوقتي واحدة جوزها ميت وما حلتش غير سمعتي. وراحت قفلت الباب في وشي. أنا طبعا وقفت مش عارف أعمل إيه، فكري كله اتشل. طب أنا هجيب حق أحمد إزاي؟ وأكتر حاجة فوقتني من اللي أنا فيه اللي أنا لمحت بعيني ورا شراعة الباب أطياف وأشباح غريبة جوه مع فاتن. أيوة أنا متأكد إن أنا شفت، ومش معقولة دول يكون بشر. الخيالات والأطياف دي لأ، مش خيالات بشر أبدا. ساعتها بس حسيت إن قلبي اتقبض وخوف تملك من كل جسمي. نزلت أجري 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 من على السلم، دخلت جوه عربيتي ومش عارف أعمل إيه. في اللحظة دي أنا فكرت إن أنا أرجع لاسم الشرطة، أروح اسم الشرطة. وفعلا رحت لاسم الشرطة وطلبت أقابل الضابط أشرف. الضابط أشرف ضابط شديد في شغله وحزم وضابط بمعنى الكلمة. طلبت إن أنا أقابله وفعلا سمح لي بالدخول. الضابط أشرف أول ما شافني بصلي وقال لي: أهلا أهلا يا أستاذ أيمن، أهلا، بقالنا كتير ما شفناكش، أنت جاي في قضية تاني ولا إيه؟ أنا رديت عليه وقلت له: أهلا بيك يا أشرف باشا. لا لا، أنا مفيش بالنسبة لي حاجة جديدة، أنا جاي لك بخصوص قضية صديقي أحمد. رد عليا الضابط أشرف وقال لي: يا أيمن خلاص، أحمد مات وقضيته اتقفلت من زمان. أنا رديت عليه وقلت له: بس أنا حاسس بحاجة غريبة، أنا مراته فاتن دي مش مستريح لها، أنا شفت عندها حاجات غريبة وبتعمل حاجات أغرب. رد عليا الضابط أشرف وقال لي: حاجات غريبة يعني زي إيه؟ وشفت إيه عندها؟ رديت عليه وقلت له: أنا شفت شفت أشباح. الضابط أشرف بصلي باستغراب وقعد يضحك ورد عليا وقال لي: أشباح؟ أشباح يا أستاذ أيمن يا صحفي؟ لا لا لا،
أنت الظاهر عليك بتتفرج على أفلام رعب كتير. طب لو سمحت بقى عشان عايز أكمل شغلي، عشان أنا محتاج فعلا إن أنا أشتغل. وفي اللحظة دي أدركت إن مفيش حد هيصدقني، مفيش حد هيسمعني. وفعلا خرجت من عنده وأنا حزين مهموم. أنا مش هعرف أجيب حق أحمد. إزاي أجيب حق أحمد؟ وروحت البيت. الضابط أشرف هو كمان روح البيت. لكن اللي حصل له خلاه يكلمني قبل ما النهار يطلع. اللي حصل له أثبت له إن أنا صح وكلامي صح. مجرد إن هو دخل البيت، دخل اطمن على أولاده وزوجته وتعشى معاهم، وبعد كده دخل ينام. الضابط أشرف بيحكي لي، بيقول لي مجرد اللي أنا ما حطيت راسي على المخدة وعيني بدأت تروح في النوم، سمعت أصوات وهمسات جاية من بره في الصالة، مع إني عارف متأكد إن ولادي ناموا خلاص ومراتي نايمة جنبي. لكن كنت قلقان من الصوت ومتأكد إن في صوت وفي حاجة موجودة بره في الصالة. مجرد إن أنا قمت نص قومة من على السرير، كنت عايز لسه أكمل أقوم وألاقي قدامي خيال، خيال حقيقي لواحدة واقفة في ركن الغرفة بتاعتنا. كان منظرها يخوف وريحة غريبة أول مرة أشمها في البيت عندي. والخيل فضل يقرب مني، يقرب يقرب، وكل ما يقرب أنا قلبي يتقبض أكتر وأكتر، وملامح وش الخيال تظهر أكتر وأكتر، وكل ما تقرب ملامح فاتن تظهر في وش الخيال، لحد ما الوش بقى قدام وش هي فاتن. فاتن، لكن عينيها سودة سواد الليل. وفجأة صرخت وقالت بصوت غليظ، بصوت يخوف: يا أشرف، مالكش دعوة بأحمد. يا أشرف، ابعد عن أيمن. يا أشرف، نهايتك هتبقى وحشة. أنا صرخت مش عارف أعمل إيه. مراتي قامت من النوم على صراخي، فتحت النور. مجرد ما فتحت النور كل حاجة اختفت، كل حاجة راحت. ويحكي الضابط أشرف يقول أول حاجة جريت عليها أولادي، جريت على أولادي أطمن عليهم. ومن اللحظة دي أدركت إن كلام أيمن هو الصح، في حاجة غلط. ويحكي الضابط أشرف ويقول أنا ما استنيتش حتى النهار يطلع. أنا أول حاجة عملتها اتصلت بأيمن. أيوة، صحيته من النوم وقلت له اصحى اصحى ولازم نتقابل دلوقتي. في حاجات كتير أنا لازم أقولك عليها، حاجات كتير لازم تعرفها. وفعلا اتفقنا اللي احنا نتقابل. ونزلنا احنا الاتنين واتقابلنا، والضابط أشرف حكالي عن كل حاجة. في اللحظة دي اتأكدت وبقيت على يقين إن أنا صح، إن كل كلامي صح، وشكوكي في فاتن كلها صح. أنا قلت للضابط أشرف أنت لازم تقبض على فاتن،
لازم تتحاسب. الضابط أشرف قال لي: طب أنا أقبض عليها إزاي؟ أنا قلت له: أنا عارف مكان بتعمل فيه الطقوس، أنا عارف المكان اللي بتعمل فيه السحر والشعوذة، أكيد هي بتروح المقابر، ولو رحنا دلوقتي أكيد هنلاقيها، إحنا في نص الليل. وفعلا قررنا إحنا الاتنين إن إحنا نروح المقابر، وكنا على يقين إن إحنا هنلاقي فاتن هناك. وصلنا للمقابر، المقابر اللي كان مدفون فيها أحمد صديقي أخويا. وقعدنا نخش جوه لحد ما كان معرفناش نخش بالعربية. وقفنا ودخلنا على رجلينا وقعدنا نخش لحد ما وصلنا مكان كله ضباب والريحة هناك فظيعة ودخان طالع مش عارفين منين. أنا قلت للضابط أشرف: أكيد هو ده المكان، أكيد هنلاقي فاتن هنا. وفعلا ظهر لنا نور من بعيد، نور مضيء أكن فيه نار بسيطة، شعلة. وفعلا مشينا في طريق النار دي، وكل ما نتقدم أكتر كل ما النار دي تزيد، لحد ما وصلنا وقربنا لقينا دايرة من النار، فاتن واقفة جواها وحواليها أشباح وأطياف وجن شكله مخيف. وفاتن كانت بتعمل طقس من طقوسها وبتحضر الجن. أنا والضابط أشرف بينا واقفين خايفين، لكن في نفس الوقت مش عايزين نسيب فاتن، فرصة ولازم نقبض عليها. أنا والضابط أشرف قعدنا نقرأ قرآن ونذكر الله والرسول عليه الصلاة والسلام. وفاتن بصت لنا بعين منساهاش لحد دلوقتي، عين سودة زي الليل وفي وسط النار، وصرخت وضحكت ضحكة مش قادر أنساها، وقالت: محدش يقدر على فاتن، فاتن بس هي اللي تقدر عليكم. وفي اللحظة دي وفي لحظة لا شعور أنا دخلت مع فاتن في وسط النار، زقتها بكل قوة، طلعت من طلعت من كرة النار. الضابط أشرف مسكها، الجن اللي حول فاتن حاول يمسكنا، حاول يخوفنا، لكن قوة إيماني وقوة إيمان الضابط أشرف: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. قدرنا إن احنا نخرج فاتن ونبعد عن الجن، وطلعنا ومشينا في وسط الجن، والحمد لله قدرنا نوصل للعربية ودخلنا فاتن وطلعنا على أقرب اسم شرطة. والضابط أشرف سلم فاتن هناك. وفي اللحظة دي الضابط أشرف بصلي وقال لي: أنا آسف إن أنا ما كنتش مصدقك يا أستاذ أيمن، لكن الظاهر في حاجات كتيرة في الحياة إحنا ما نعرفهاش، ومش كل حاجة لازم نكون بنشوفها في عينينا، لازم في حاجات إحنا ما شفناهاش وحاجات حوالينا ما بنعرفهاش. لكن دلوقتي أنا في حاجات بالنسبة لي كتيرة اتغيرت. رديت عليه وقلت له: وأنا دلوقتي الحمد لله اطمنت على أحمد أخويا وصديقي، لكن أنا حاسس إن مش هي دي النهاية،
وفي اللحظة دي بصّت لنا فاتن وهي قاعدة قدّامنا وضحكة بكل هدوء، وعينيها فيها غضب شديد، وقالت لنا: "فاتن مش هتنتهي،